السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في قناة تكنيك بالعربي. قبل ما نحكي عن أي منتخب عربي راح نبلش بالمنتخب السوري اللي هو طرف في المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العرب 2026. المنتخب اللي داخل الافتتاح وكأنه داخل مهمة مستحيلة. المنتخب السوري يا جماعة خلينا نكون صريحين، سوريا داخل افتتاح كأس العرب 2026 وهي شايلة حمل ثقيل، حمل اسمه كل بطولة بنقول يمكن يصحوا، كل بطولة بنقول يمكن يتحسنوا، يمكن يثبتوا، بس الحقيقة هذا منتخب ما زال مضيع البوصلة من سنين. من الآخر تونس داخل المباراة وهي عارفة إنها راح تلعب ضد فريق مش من مستوى المباريات الافتتاحية، فريق عنده تاريخ أكيد، عنده أسماء ومرت عليه أسماء أكيد، بس اليوم الوضع مختلف، في فجوة بين الطموح والواقع، أكبر مسافة بين الدوحة وقرطاج. المنتخب السوري للأسف بدخل كل بطولة بثلاث مشاكل قاتلة. المشكلة الأولى غياب الهوية، ولا مرة حسينا أنه عندهم شكل لعب ثابت، مرة دفاع، مرة هجوم، مرة ضغط، مرة تراجع، ولما تسأل شو بدكم تلعبوا شو الخطة بتحس الجواب والله حسب المزاج. وهي كارثة في افتتاح بطولة، لأنك راح تواجه تونس اللي أصلا تتيقن إنها تفرض هويتها عليك غصب. المشكلة الثانية هي أسماء فردية بلا جماعية، وهاي المشكلة بيشترك فيها المنتخب السوري والمنتخب العراقي، وهي إنه عندك أسماء أنت فردية. مثل سوريا عندها لاعبين موهوبين، هذا مش سر، لكن المشكلة كل لاعب بيلعب لحاله، تحسهم فريق من جزر منفصلة مش منتخب واحد، لا بناء لعب، لا ترابط، لا منظومة، بس اجتهادات فردية. وإذا اللاعب اللي بدك تعتمد عليه اليوم كان مش بيومه، روح، خلصت الحكاية. والمشكلة الثالثة هي الارتباك تحت الضغط، وهون الضربة القاضية. سوريا دايما تنخنق في المباريات الكبيرة، في اللحظات اللي الجمهور بيعلى فيها، في اللحظات اللي الحدث بيكبر، وفي اللحظة اللي الأضواء بتصير أقوى، سوريا تختفي. هل في ضغط أكبر من افتتاح بطولة خلينا نحكي عالمية لأنه قطر راح تعمل بطولة عالمية، كاميرات، جمهور، شغف، رسالة، مسؤولين، مسؤولية، وانت جاي تلعب قدام تونس واحد من أكثر منتخبات وقاحة من ناحية القتال والانضباط. الآن ليش تونس بالذات مشكلة؟ لأنه فريق ما عنده رحمة، فريق بيعرف يشم نقاط ضعفك من أول دقيقة ويفكك دفاعك كأنها لعبة بسيطة. تونس ما راح تجاملك وما راح تعطيك فرصة تفكر، من أول ثانية راح يضغطوا ويجروك ويقرصوك، يستفزوك، يسرقوا الكرة، وانت اذا ما عندك شخصية واضحة راح تتفكك قبل ما توصل الدقيقة 20. والنقطة اللي لازم نحكي عنها بصوت عالي، سوريا اليوم مش داخل البطولة وهي بالمستوى اللي بليق بمنتخب عنده قاعدة جماهيرية عالية، عنده شغف، عنده طاقة، عنده شعب بيعشق كرة القدم، لكن الفريق نفسه مش قادر يلبي حجم هذا العشق. هو منتخب بوعدك كثير بنفذ قليل، منتخب بيغلي قبل المباراة أو ببرد وقت الجد. والتوقع لهاي المباراة إذا سوريا ما تغيرت جذريا، إذا ما دخلت الافتتاح بشراسة غير مسبوقة، إذا ما ضربت الملعب برجالها من أول دقيقة، فالتوقع الواضح تونس راح تلعب المباراة وكأنها تدريب مفتوح، مش لأنه تونس خارقة، لكن لأن سوريا لحد الآن مش جاهزة لافتتاح بطولة بمستوى كأس العرب، وخاصة أنه من تنظيم دولة صارت محترفة في تنظيم البطولات العالمية. وأخيرا بدي أحكيها بدون رتوش، سوريا عندها جمهور عالمي، لكن منتخب بعيد سنوات عن المستوى العالمي، وإذا ما في ثورة داخل الملعب فالمباراة الافتتاحية راح تتحول لدرس قاسي، درس بعنوان يا تلعب كرة قدم حقيقية يا تظل خارج خريطة المنافسة العربية، وانتهى الكلام. شكرا.